بعد ثورة يناير شاركنا في 5 استحقاقات انتخابية: شعب وشورى ورئاسة واستفتاء على الدستور. والأول مرة من أيام الفراعنة نعرف يعني انتخابات حرة ونزيهة. لأول مرة حط صوتي، وسبحان الله سبحان الله صوتي فعلا يوصل للي أنا اخترته. لكن في زمن الانقلاب رجعنا تاني لأيام التزوير والانتخابات اللي نتيجتها معروفة مقدما. علشان كده بنقول لازم تقاطع المسرحية الهزلية اللي اسمها الانتخابات الرئاسية. طبعا هتقولي ليه؟ احنا عاوزين البلد تستقر بقى ونشوف حالنا. هفكر معاليك بالاستفتاء على دستور الانقلاب. برضو قالوا بعد الدستور البلد هتبقى زي الفل وهتستقر والعالم كله هيعترف بينا وهنبقى آخر تمام. لكن أظن جنابك شايف الحال وصل فين. يعني لا استقرار ولا استثمار ولا أسعار نزلت ولا بنزين اتوفر ولا كهرباء انتظمت ولا مصانع اتفتحت ولا أمن ولا أمان ولا سياحة. طبعا هتقولي ما هو السيسي بقى هيجي يثبت المواضيع دي. يا عم انت هتضحك عليا ولا على نفسك؟ ما انا عارف وانت عارف ان اللي مدور البلد من يوم الانقلاب يعني يجي من سنة فاتت هو السيسي، والحالة اللي وصلنا لها دي هو السبب فيها بسبب فشله وسطحيته وحلوله الهبلة. هتقولي لازم نقف جنبه وندعمه ونصبر لحد ما المركب ترسي. طالما سيادتك ناوي تصبر قوي كده ما صبرتش مع مرسي ليه؟ وهو كله كان لمصلحتك ومصلحة البلد. هتقولي خلاص انا هنتخب حمدين، اهو راجل من الثوار ومدني وواحد مننا. قصدك تقول واحد خمنا؟ ده راجل باع مبادئه ومستعد يبيع اي حاجة بس ياخد لفة على كرسي الرئاسة. ولنفرض جدلا انهم كويسين، ينفع يا برنس حد يستولي على بيتك ويطردك بره وبعدين يجي ياخد رأيك عقد بيتك يتكتب باسم رئيس العصابة ولا الصبي بتاعه؟ وبعدين يا راجل ده الجواب بيتقرا من عنوانه. تقدر تقول لي جملة مفيدة توحد ربنا قالها السيسي في أي حوار من حواراته؟ ولا رد مباشر على أي سؤال؟ ولا حل مقنع لأي مشكلة من مشاكلنا؟ يعني لمبة وعجلة وعربية واسرح بخضار، والمتمة رغيف العيش اللي عاوزنا نوفره واحنا أصلا مش لاقيينه. والتاني اللي مفكر نفسه لسه كومبارس في السيمة وأهم حاجة عنده يسبسب الشعريتين ويعيش الدور. أنا عاوز أفكرك بالشهداء، كل الشهداء المصريين اللي ماتوا من يوم 25 يناير لحد النهاردة. عشان تشارك في الانتخابات دي يبقى لازم تدوس على جثثهم الأول. لازم تفكر في معاناة 23,000 أسرة منها معتقل في سجون الانقلاب. عاوز أفكرك برضو إن رئيسنا كان عايز يعمل اكتفاء ذاتي من القمح ويضاعف دخل قناة السويس أكتر من 20 ضعف وينمي سينا ويفتح مصانع ويشغل الشباب ويستقل بقرار مصر. لكن للأسف عصابة السيسي وأعوانه خانوا الشعب والعهد. من الآخر أقدر أقولك عشان البلد تستقر والحال يمشي ونحس بالأمن والأمان يبقى لازم نحترم إرادة الشعب، والمظلوم ياخد حقه والظالم يتحاسب.